السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل كفتة التوفير بدون لحمة. عملناها بسرية بطريقة سهلة وجميلة جدا. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. هنا انا جبت كوبايتين رز، كوبايتين ونص رز نقعتهم من بالليل. وعندي بسرية شلت الشوك والراس بتاعها وملح وكمون وكزبرة ناشفة، 3 ربط خضار، شبت بقدونس كزبرة، وبصل، بصلاية صغيرة، وكم فص توم كده. مش هنكتر البصل عشان مش تطرى معانا اوي، لان هي اصلا تبقى يعني طرية شوية. هنجيب الرز بتاعنا وهنجيب الكبة، وهنبدأ ان احنا نضرب الرز في الكبة، نطحنه الاول لوحده بالطريقة دي كده. هبدأ بقى ان انا اعمل الكمية كلها. تمام، انا كده خلصت الكمية. هجيب طبق بقى يكون كبير شوية وهنزل فيه بالرز، وابدأ اقطع الخضار بتاعي اللي هو ال3 ربط خضار، عبارة عن شبك وكزبرة وبقدونس. هقطعهم على الرز اللي انا طحنته. تمام، هبدأ انزل بالبصلة والفص الثوم بتوعتي، والبهارات، ملح وكمون وكزبرة ناشفة. يستحسن الكزبرة تكون مطحونة. وهنا حطيت البسارية، طبعا البسارية انا شطفتها كويس وشلت الشوكة بتاعتها والراس. وهنقلب بقى الحاجات دي كويس جدا مع بعضيها. هبدأ اجيب الكبة بتاعتي وانزل بحبة حبة واعمل الكفتة بتاعتي، مفيش اسهل من كده. تمام، بسم الله ما شاء الله. اهيت. عايزة تزودي كمان ربطة خضار زودي لو انت عايزاها خضرا عن كده. بس المشكلة ان هي بتطلع معاكي طرية، فمش عايزين نطريها اكتر، فهو كفاية عليها قوي الخضار كده. لقيتيها معاكي طرية شوية، حطي حبة دقيق، هتلاقيها ظبطت معاكي خالص. انا ضربتها مرة وهضربها كمان مرة كده. بعد ما خلصتها يا حبايبي، صبعيها بقى بحبة زيت و... وعايزة بتقليها قليها، انت بتسويها كده، بتسويها وبألف هنا وشفا، ويا رب